إخوان، الوجه الأول وجه ما قبل الحداثة، والذي يعتبر وجه رجعي. الورد قدم لوايح واشتكى وادعى ويقول انت ورد وشلون تشتم ورد. زاير الدويج سنة 1800 وحضنك واطبج بحرقة رفيف الرية عالرية. مظفر النواب 1960 وداعتك كل ما تمر نسمة هوا التفت حسبالي انت. كاظم خبط سنة 1970 او ما بعد ذلك بقليل. هذا الوجه يعتبر رجعي وغير حديث. الوجه الثاني حديث. يا خاين يا نذل عربيت تنقط سن، اطعني برمح وبجفي حن الدم اخذ وصلت لحم والرمح متلثم والى والى والى. الوجه الثالث الحديث. ختلت بنص جفن قمره والشمس مدت ايديها الداع بحضان النسيم الجاب يونسكو جديد وبكت يبحث عن مكان البي يمارس فوضويته ومات سوفكلس امس والى والى. بعدها كان الوجه صادق، اصبح امك مرعب ينقد دما او كذاب بكلمات مجوفه. القصيده قبل لو كاتب قصيده كنت افرح، اني افرح، ناسي تفرح، امي تفرح، كلها تفرح. وكنت خايف بالشعر تاخذني شوغه او مني تطلع كلمه تجرح. وحتى ذا شاعر كتب صوره وعجبني كنت اقول له الصوره حلوه وما اقول له الصوره تذبح. حتى ذا شاعر كتب صوره وعجبني كنت اقول له الصوره حلوه وما اقول له الصوره تذبح. كنا نرسم ضحكه حلوه، فرحه حلوه، دنيا حلوه، دنيا بيها النسمه ناس. وكنا نكتب مفردة تنقط احساس، واقصى صورة يخطها جفني على الجرف لو ذب الياس. لاكو دم، لاكو خنجار، لاكو جيف، لاكو راس. هسه وين؟ هسه من نكتب قصيدة نشيل همها، لازم يخوف اسمها، ولازم الصورة الغريبة وحتى ذا ما حد فهمها. هسه من نكتب قصيدة نشيل همها، لازم يخوف اسمها، ولازم الصورة الغريبة وحتى ذا ما حد فهمها. وترسبياتك جروح وعلى المنصة يسيل دمها، وخلي بأول بيت جرحك، خلي رمحك، وعيب إذا تقرأ القصيدة بشفة تضحك وجيب همك. خلي بأول بيت رمحك، خلي جرحك، وعيب إذا تقرأ القصيدة بشفة تضحك وجيب همك، جيب دمك، موت أبوك، فر عمك، ويا كل موت أبوك، فر عمك، ويا كل بيت تكتبه جروحك الكذابة تكبر، وشاعريتك خلها تصغر، وجيب الحبيبة تحبك، حط بديها اليمنى خنجر، ويا كل بيت تكتبه، ويا كل بيت تكتبه جروحك الكذابة تكبر، وشاعريتك خلها تصغر، وجيب الحبيبة تحبك، حط بديها اليمنى خنجر. مو مهم شوهت ولفك، بس مهم لله تكثر. قبل من نكتب قصيدة نخجل نحط بيها شيبة، ونستحي نمس حسرة أمنا، ونستحي نمس القصيبة. قبل كان الشعر لله وهسه صار الشعر غيبة. قبل من نكتب قصيدة نلقى ناقد ينقد اسلوبك وطرحك، يشذب افكارك، ينصحك. وللعلم لما ينقدك ينقد وكل وجهه يضحك، وهذا شيء وارد طبيعي. ناقد وينقد قصيده، شغله الذواق شو شغله جديده. ناقد وينقد قصيده، شغله الذواق. قبل من نكتب قصيده نلقى ناقد ينقد اسلوبك وطرحك، يشذب افكارك، ينصحك. وللعلم لما ينقدك
ينقد وكل وجه يضحك، وهذا شيء وارد طبيعي، ناقد وينقد قصيده، شغله الذواق شو شغله جديده، وكلها تذوق القصيده، وكلها تنتقد القصيده، المس الصوره على كيفك، كلها تصفن، اصرخ نشز بصوتك، كلها صاحت هذا عيدي، وهاي هم صورة جديدة، وهاي هم صورة جديدة، وخذ مفهوم الحداثة وجيب مبدأ غربي أصلا أنت لا تقدر تحبه ولا تفهمه ولا تريده، وهاي هم صورة جديدة، وخالف العرف التعرفه، وحط دين الكل شي جامد، وجيب أسماء ومدن، وجيب اسماء وحكي مو مالهن، وجيب كل كلمه بعيده، وكلها صاحت هاي هم صوره جديده. الحداثه والتطور والثقافه هاي معناها تمدن، والتمدن يعني احساس وترافه، والقصيده بنيه حلوه، يعني لو شاعر كتبها يكتب بشوقته بقلبه، واللي يبالغ خلي يبالغ بالمشاعر، والله ما تحركنا كذبه، مو لغز هي القصيده، واللي يدور صوره صعبه وفكره صعبه ولغه سرياليه صعبه بيها يتباهى على الناس البسيطه، هاي ما تعني ثقافه، هاي اسميها صلافه. وما انزح نفسي عنكم، انا منكم وانا بيكم، ياما كذبتوا علي وكذبت ياما عليكم، والله زحمه، وما انزه نفسي عنكم، انا منكم وانا بيكم، ياما كذبتوا علي وكذبت ياما عليكم، والله عيب على الصفق، والله عيب على الكذب تصفق ايديكم. والسؤال الشغل بالي وبعد ما الاقي اجابه، الله ليش هواي تحجوا بالقصيده وينسب باقي حكيكم. السلام عليكم.